ابراهيم صحيح. يا سلام يا سلام يا راجل، يا راجل، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن يا جماعه. قصه هدف، مش قصه هدف. الكوره دي ازاي؟ قصه هدف الكوره دي ازاي؟ وتترد تاني لصندوق مره تاني وتمسك العرض وعلى وصندوق وتترد تاني لصندوق مره تاني وتمسك دماغه وعلى ابراهيم وصندوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من لمسة ولعبة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لأبي وأخي وارحمه رحمة واسعة وجميع أموات المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. اتحاد الكرة، المهندس هاني أبو ريدة، جميع الأعضاء الكرام، لماذا لم يردون ويملكون الجرأة ويردون على قرارات الأهلي ومشكلته اللي بعتها لاتحاد الكورة مع لجنة الحكام ورخصة نادي الزمالك؟ ولماذا كل هذا؟ هل تعلم عزيزي المشاهد أن اليوفنتوس الإيطالي الكبير سحب منه لقب الدوري من أجل التآمر والتلاعب في نتائج المباريات والتحكيم والمراهنات؟ هل تعلم أنه نزل إلى الدرجة الأدنى لأنهم بلاد يطبقون القانون واللوائح، إنما نحن ولا أذن سمعت ولا عين رأت، نفبرك يعني من الآخر كده بنمشي الليلة على هوانا، ولا قانون ولا لوائح ولا أي شيء يدرس، ولا نتعلم من أخطائنا. كل 3-4-5 سنين يجي لجنة حكام يفبركولك روح بروتوكول على احتواء عشان الزمالك ياخد له بطولة، يساعدوا الزمالك ماديا، يساعدوا الزمالك في أرض، يساعدوا الزمالك في رخصة، ويجي كل ده يقول لك الأهلي نادي الدولة. حقا الأهلي نادي الدولة اللي بيرفع راس الدولة في المحافل الخارجية. الأهلي نادي الدولة اللي ما جالوش ولا حد اشتكاه في الفيفا ولا عنده ولا إيقاف قيد. الأهلي نادي الدولة لأني ينافس من خارج الدولة، ينافس الأندية الأوروبية وأندية أمريكا الجنوبية على بطولة يقولون عنها كأس العالم للأندية، الذي لا تدري عنها شيء إلا سوى جلوسك على المقاهي لرؤية الأهلي ماذا يفعل. الأهلي واللعيبة ومواقف اللعيبة. محمد شريف يطلب الرحيل سواء على الإعارة أو فسخ العقد أو البيع النهائي، لأنه يعلم جيدا لا مكان له. سوف حتى لو تأيد هيبقى رقم 4، ده لو دخل القايمة، وهو يعلم جيدا. النهاردة لما طلع بره قايمة الماتشين الوديين بتاع يوم الأربع، جلس مع كابتن وائل جمعة، قال له يا كابتن وائل أنا عارف الراجل غير مقتنع بيا، وأنا هيبقى فرصي صعبة مع الراجل ده، فأنا لا أطلع إعارة أو بيع أو تفاوضوا مع الوكيل بتاعي
عاوزين فسخ عقد، انا ما عنديش ادنى مشكله مع النادي الاهلي، وانا تحت امر الاهلي. اللعيب بصراحه خلقيا ممتاز، يعلم قيمه التيشيرت الاحمر. تسريح ليه لما قالك الجنيه في الاهلي ب100 من بره، لانه يعلم الاهلي مش فريق وخلاص، مش بطولات وخلاص. الاهلي شعبيه، الاهلي تاريخ، هيفضل طول عمره اسمه يذكر عندما ياتي. تجهيز طاهر محمد طاهر الى السفر الى برشلونه. هو كان في اول ماتش ودي مع النصر حصل معاه اصابه، فالاهلي بيجهزه بدنيا علشان يسافر. المفاجأة، ياسر ابراهيم يرفض تمديد عقده من اجل عرض الشباب السعودي. الاهلي لم يتوصل لاتفاق معاه، الاهلي كان عايز يخليه فئة تانية بعد فئة امام وتريزيجيه، امام وشوبير، عفوا امام وشوبير. فهو رفض المبدأ وكان عاوز يمشي اساسا بداية الموسم ده، فالاهلي قال له لا، ما ينفعش، مفيش مكان، وانت ما بلغتناش من بدري بالعرض اللي جالك ده. ففي الايام القليلة القادمة سوف نرى تجديدا لمحمد هاني والدبيس ومروان عطية، وإمام عاشور يقترب من التجديد. محمد علي بن رمضان إلى الشمال القطري رسميا، وقع العقود منذ قليل، والسفر صباح الثلاثاء. كده الأهلي هيجيب اللاعب الأفريقي اللي بيلعب في وسط الملعب اللي قلنا عليه، اللي كان بيلعب في كأس العالم. الأهلي يقترب بشدة من انضمام هذا اللاعب. إغلاق ملعب التتش لإجراء صيانة عامة في الملعب والمرافق. الأهلي بيتمرن طبعا في استاد في ملعب مدينة نصر، أهلي مدينة نصر، بيتمرن وبيلعب ماتشاته الودية هناك. كده خلاص الأهلي بنسبة 90% ما بيفكرش في عبد المنعم ولا أي مدافع، سوى في كلام رايح جاي ما بين مصطفى إبراهيم والأهلي، يعني ما يتوصلش لمرحلة 100%. عمر الساعي هيحسموا أمره غدا، بس بنسبة 80% أو 90% كمان هيبقى. الزمالك وحكم عبد الحميد معالي خد حكم على الزمالك بغرامة 450,000 دولار، وعنده حكم هو ما ينفعش حكم واحد، لازم حكمين، بعد كده اعدام. وصلاح مصدق 400,000 دولار، يعني الزمالك مطالب ب 950,000 دولار في خلال 3-4 أيام. الناس بيتسألوا، الزملكاوية بالذات، ليه أنا بواخد الدوري ورايح دوري الأبطال وابدأ من دور ال64 الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا أنا وبيراميدز؟ إزاي؟ ده ظلم، ده أنا واخد الدوري مش واخد الدوري. ألا تفقهون؟ أفلا تعقلون؟ لما نادي يبقى المصنف الأول في بطولات أفريقيا، أي نعم هيلعب البطولة التانية الأقل شعبية عن دوري الأبطال فهي الكونفدرالية، بس يظل هو متربع على عرش أفريقيا.
فبالتالي تصنيفه الاول المبدئي اللي هو في اعلى بطوله هو واخد اول، لما يلعب البطوله الثانيه فهو كده كده هيبقى اعلى من اي نادي في التصنيف بيقابله، فكده كده هيلعب الدور الرئيسي مش هيلعب الدور التمهيدي. يوم الاربع الاهلي هيلعب ماتشين. هيلعب ماتشين، ما تستغربش. ماتش الساعة 5 مع نادي ديلفي اللي بيلعب في الدرجة التانية. الماتش ده مع ديلفي هيبقى فيه معظم القوام الأساسي والدوليين والصفقات الجديدة. يعني هتلاقي بكرار، هتلاقي بن جديدة، هتلاقي شوبير الشناوي، مروان إمام، هاني. هتلاقي اللعيبة اللي كانوا بيشاركوا مع المنتخب بتاعهم اللي كانوا جايين من راحة لحد يوم 30. والمباراة التانية مع بترول أسيوط الساعة 8. دي بقى هيبقى فيها المجموعة اللي هي لعبت الماتشين اللي قبل كده، برضو هيدخلهم علشان لما يروح معسكر اسبانيا يبقى كل الفرقة كلها جاهزة. الفرقة كلها جاهزة. أحييه بصراحة على فكرة الماتش، ماتش للدوليين وماتش للعيبة اللي هي لعبت الماتشين اللي فاتوا، فيشغل الاتنين يجهزهم بدني قبل هيروح اسبانيا يلعب ماتشين، هيبقى ماتشين غير مذاعين وماتش طبعا برشلونة. جايين نيجي بقى الماتش ماتش برشلونة لحد دلوقتي ما قالوش واعلنوا مين القناة المصرية اللي هتاخد حقوق البث من النادي الاهلي، لان عارفين برشلونة باصة حقوق البث في مصر للنادي الاهلي. فالنادي الاهلي هيخش مزايدة في 3 قنوات داخلين، اون وام بي سي، ويقال ان النادي الاهلي داخل قناته بس في الترتيب التالت. هيحصل مزايدة ما بين الام بي سي وما بين اون، والسعر الاعلى الاهلي هيبيع له الماتش. هذا كان ما لدينا من اخبار وتطورات على الساحة الرياضية المصرية. لكم جزيل الشكر على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.